كاران جوهر المعروف بدعمه للوجوه الجديدة في بوليوود لعب دورا كبيرا في ظهور سيدهارث ومنحه الفرصة الأولى في فيلم Student of the Year بجانب فارون داوان، وقدم له أدوارا أخرى في أفلامه. حسب تقارير تايمز أوف إنديا أن كاران كان يرسل إلى سيدهارث هدايا فاخرة من ماركات عالمية مثل غوتشي وبرادا، مما أثار شائعات حول طبيعة علاقتهما. مع تطور مسيرة سيدهارث بدأ في اتخاذ قراراته المهنية بنفسه، مما أدى إلى تقليل تواصله مع كاران جوهر. هذا التغيير فسر من قبل البعض على أنه خيانة، ومنذ ذلك الوقت انتشرت أخبار حول خصامهما. ومؤخرا فوجئ الجميع بمشهد غير متوقع ظهر فيه سيدهارث برفقة كاران على منصة عرض جيلدد آور من تياني جويلري. على الرغم من كل الشائعات السابقة حول الخلافات، فقد ظهرا معا في كأنهما صديقان حميميان. طريقة معاملة سيدهارث لكاران كانت مليئة بالود والاحترام، مما أبعد الشكوك التي كانت تحوم حول علاقتهما.